ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن واحد من احدث انتاجات منصة نتفليكس، وهو مسلسل امان ان فول. مسلسل امان ان فول هو مسلسل من بطولة جيف دانييلز ولوسي لو، وكمان بيشاركهم البطولة ديان لين وتوم بيلفري وبيل كام. المسلسل بتاعنا مكون من 6 حلقات، ومدة عرض الحلقة الواحدة تقريبا لا تتعدى 45 دقيقة. وبرضه تحذير مهم جدا ان احنا المسلسل بتاعنا للكبار فقط. كالمعتاد حابب افكركم ان لو الحلقة عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعدوا على اللينكات اللي موجودة تحت في الديسكريبشن. أما غير كده بقى فمن غير تطويل يلا بينا ندخل على الحلقة. قصة المسلسل بتاعنا بتركز على واحد من أهم وأنجح رجال الأعمال في أتلانتا، وهو تشارلي كروكر. بطلنا اللي هو تشارلي بيعاني من إنه عليه دين ضخم جدا لعدد كبير من البنوك، وبتنطلق أحداث المسلسل بتاعنا لما واحد من البنوك اللي مديون لها تشارلي بيبتدي يطالب بسداد القرض اللي عليه. والقرض اللي مطلوب سداده هنا دون ثمنه ضخم لدرجة إنه وصل لتقريبا 800 مليون دولار. ومن هنا بيبتدي الصراع ما بين البنك وتشارلي. البنك بيحاول يرجع فلوسه، وتشارلي بيحاول ينقذ نفسه من انه يخسر كل حاجة. طبعا في البداية خلونا نبتدي بقى نتكلم عن الايجابيات بتاعة المسلسل بتاعنا كان بادئ بافتتاحية قوية جدا. افتتاحية بتعرفك على الشخصيات الرئيسية بتاعتنا وعلى اهمية كل واحد فيهم، وكمان بتعرفك وبتقدم لك السمات الشخصية بتاعت كل شخصية من الشخصيات الرئيسية بتاعتنا، ودي اللي بتكون مهمة جدا في تبرير مواقف كتير من الشخصيات عندنا هنا في احداث المسلسل بتاعنا. زود على كده كمان ان الحلقة الاولى من المسلسل هنا فيها تسلسل يعتبر الاقوى من ناحية التوتر، وده على فكرة بمقارنة الحلقة الأولى والتسلسل اللي أنا أقصده ببقية حلقات المسلسل كلها. وده في حد ذاته لما يجيلك في أول حلقة من المسلسل يعني أكيد بيوعد بمسلسل قوي جدا، لأن طالما دي البداية يبقى أكيد الأحداث اللي جاية بعد كده هتكون أسخن وإيقاعها مشدود أكتر. وخلوا بالكم من النقطة دي كويس علشان هنرجع لها تاني في فقرة السلبيات. مكملين مع إيجابيات المسلسل بتاعنا، والنقطة الجاية في الإيجابيات هي الأداءات. أداء بطل المسلسل جيف دانييلز بصراحة كان كويس جدا. أولا هو كان راسم تفاصيل الشخصية بتاعته كويس جدا، وأداؤه في كل وقت كان مطلوب منه ان هو يعكس حاجة معينة عن الشخصية بتاعته، وكان بينجح في ان هو يعمل ده ويوصل لي الكلام ده كله بطريقة سهلة جدا. فانا بصراحة استمتعت جدا بأدائه وبلكنته وبالحاجات اللي مضافة للشخصية كلها على بعضها. ولكن أدائي المفضل في المسلسل كله ممكن يروح اكتر لتوم بيلفري. توم بيلفري هنا مقدم أداء رائع، أداء تحسه كده اللي هو ايه، بيقدم كتير وهو ما بيعملش كتير، من غير افوره ومن غير حزق ومن غير اي حاجة، تلاقيه بيوصل لك كل اللي هو محتاج يوصله لك. خصوصا ان شخصيته هنا في المسلسل شخصية مهمة، والشخصية المهمة بتاعته دي هي معقدة جدا، وفي دافع مهم جدا ورا تصرفاتها اللي بتحصل في كل خطوة في المسلسل. فلما احنا نجيب شخصية كويسة زي دي ومكتوبة بطريقة كويس ونقوم ضايفين لها أداء توم بيلفري، بنطلع حاجة حلوة جدا في الآخر. زي ما قلت لكم من شوية، من وجهة نظري ده الأداء المفضل بالنسبة لي في المسلسل كله. وعلى الناحية الأخرى برضو كان عندنا بيل كامب اللي كان مقدم أداء رائع وكان عنده كاريزما رائعة هنا في المسلسل. باقي الشخصيات المساندة أو حتى المشاركين في بطولة المسلسل كانوا كلهم كويسين، ما فهمش حد ضايقني، وبرضه ما فهمش أي حد قدم أي حاجة متميزة قوي. الموسيقى بتاعتنا هنا في المسلسل كانت حلوة جدا، بس شخصية الموسيقى كانت شبه منعدمة في أوقات كتيرة قوي من المسلسل. تقريبا أصلا كانت بتبقى شخصية الموسيقى مش باينة في غالبية الأحداث، يمكن باستثناء تقريبا تسلسل واحد أو يمكن تسلسلين، بس حتى التسلسل التاني ما كانتش متبروزة قوي. ولكن بصراحة في التسلسل اللي كانت الموسيقى واضحة فيه كانت مؤثرة وقوية وكانت حلوة جدا. وللأسف دلوقتي وقتنا بينتهي مع الإيجابيات، فعشان كده خلونا نبتدي نتكلم عن الحاجات اللي ما عجبتنيش في المسلسل. فاكرين النقطة اللي اتكلمنا عنها من شوية بتاعة إن إيقاع المسلسل في الافتتاحية بتاعته كان قوي جدا؟ وفاكرين برضو لما قلت لكم إن إحنا محتاجين نرجع للنقطة دي تاني؟ أهو دلوقتي إحنا هنرجع لها تاني. إيقاع المسلسل كله على بعضه فيه مشاكل كتيرة قوي. أولا لأن زي ما قلت لكم المسلسل بتاعنا بدأ بإيقاع سريع ومشدود، إيقاع فعلا يحمسك للأحداث الجاية ويحسسك إن الدنيا هتسخن أكتر وأكتر، مع العلم ان التسلسل اللي سخن الدنيا قوي كده يعتبر اقوى حاجة اتقدمت في المسلسل كله على مستوى الايقاع وعلى مستوى التوتر. ولكن للاسف ما بعد الحلقة الاولى وما بعد افتتاحية المسلسل الايقاع بيبتدي ينزل لمستوى اقل بكتير، وللاسف بيفضل قاعد في المستوى ده لغاية نهاية احداث المسلسل. هتلاقي كده الايقاع بتاع المسلسل ماشي في خط مستقيم، لا في احداث بتسخن الدنيا شوية وتشد الايقاع وترفعه لفوق، ولا فجأة الدنيا بتهدى شوية وتنزل تريح تاني وترجع تعلى تاني
مرة تانية. الكلام ده كله ما بيحصلش، احنا بس كان عندنا طلعة بسيطة في الحلقة الأولى اللي هي افتتاحية المسلسل اللي كان فيها مستوى الإيقاع كويس والتوتر عالي والكلام ده كله، وبعد كده بعد الحلقة الأولى مستوى الإيقاع اللي كان هنا بيفضل ماشي هنا طول أحداث المسلسل وبيفضل مكمل كده لغاية النهاية. وده طبعا زي ما قلت لكم شيء مخيب للآمال جدا، لأننا كان عندنا حلقة أولى كانت بتوعد بمسلسل مش قليل. برضو احنا عندنا مشاكل تانية هنا في الإيقاع، إننا أحيانا كنا بندي أحداث أكبر من حجمها وبنقعد معاها أوقات أطول من اللازم، والمشكلة إن حتى الأحداث اللي كانت بتتعرض في الأوقات دي ما كانتش مثيرة للاهتمام بالشكل الكافي. فحتى لما ده كان بيحصل، حتى لو كان الإيقاع أبطأ شوية أو أهدى شوية، بس مثلا يكون عندنا في الجانب دون أحداث مثيرة للاهتمام شوية، أكيد الموضوع ساعتها كان هيبقى متوازن. ولكن للأسف أوقات كتير كنا بنطول مع أحداث غير مثيرة للاهتمام وايقاعها بطيء جدا وبنطول معاها جدا. ده غير ان فكره ان احنا عندنا هنا ايقاع ماشي على خط مستقيم، لا بيعلى ولا بيهدى ولا بيعمل اي حاجه، دي بتزود شويه من امكانيه وجود احساس الملل عند بعض المشاهدين اللي الى حد ما يعني انا منهم، لان في اوقات كتير كنت بحس بملل بسيط. ولكن بصراحه يعني اللي كان بينقذ الموضوع دون وما كانش بيخلي الملل وصل لمراحل عاليه قوي بالنسبه لي كان بصراحه اداء جيف دانييلز، لان هو بصراحه كان مقدم اداء كويس جدا وكان عنده كاريزما رائعه وكمان شخصيته مكتوبة بطريقة كويسة جدا. وبصراحة برضو موضوع انقاذ الملل دون ما بيقعش على جيف دانييلز لوحده، لان الثلاثي المفضل بالنسبة لي في الاداءات كانوا شايلين الموضوع كله، اللي هم جيف دانييلز وبيل كامب وتوم بيلفري. الثلاثة دول كانوا عاملين شغل عالي قوي مع بعض هنا في المسلسل، والمشاهد اللي كانت بتجمعهم ببعض تعتبر المفضلة ليا في المسلسل كله اصلا. برضو احنا عندنا هنا في المسلسل خط ملوش اي داعي انه يكون موجود اصلا، وهو الخط بتاع جيلو كونراد. الخط بتاع جيلو كونراد دون لو انت قررت ان انت تنساه او تاخده ترميه في الزباله مثلا وتعتبر ان انت ما شفتوش، مش هتحس ان في اي حاجه في المسلسل اتاثرت، لا الاحداث اتاثرت ولا فهمك لحاجه معينه اتاثر، ولا هتحس ان في اي مشكله، بالعكس هتحس ان المسلسل احسن، لان فعلا الخط ده ما فيهوش اي اضافه مهمه. وطبعا الواضح جدا يعني من وجود الخط دون في المسلسل اللي هو خط ملوش اي لازمه اساسا، هدفه الوحيد هو دعم اجندات دعم الاقليات، فاهمين قصدي طبعا. وطبعا انا ما كانش هيبقى عندي مانع خالص ان هم يقدموا حاجه زي دي، خصوصا انها مش من الحاجات اللي بتضايق قوي يعني، بس لما تتقدم جوه القصه بتاعت المسلسل وهي ملهاش مكان فيها، يبقى هنا بقى في الحاله دي عدمها احسن من وجودها. المشكله بقى ان كل ما هو متعلق بالخط ده اصلا في مشاكل، لان طريقه بدايه الخط نفسها اصلا ساذجه جدا وغير منطقيه، وكمان تصرفات شخصيات كتير في التبعيات بتاعه الحدث دون اصلا كانت غريبه جدا وغير منطقيه وتكاد تكون طفوليه في بعض الاوقات. فبصراحه الخط ده كله كده على بعضه ما كانش احسن حاجه، وزي ما قلت لكم ما كانش ليه اي لازمه اصلا. في النهايه بقى خلونا الخص لكم الكلام ده كله كده على بعضه. المسلسل بتاعنا كان بادئ بدايه قويه جدا، وللاسف اظهر بوتنشال مش قليل، وكان بيوعد ان هو يقدر يقدم اكتر بكتير من اللي هو قدمه في الحلقه الاولى، لان مستوى الحلقه الاولى نفسها كان عالي جدا. ولكن للاسف يعني واضح كده ان صناع العمل استنفذوا كل اللي عندهم في الحلقه الاولى، وده اهدر كتير جدا من امكانيات المسلسل بتاعنا، اللي بصراحه كان واضح جدا انه كان ممكن يتقدم بمستوى اعلى من كده بكتير. خصوصا ان زي ما انتوا خدتوا بالكم كده على الاقل يعني في الحلقه الاولى كل عناصر المسلسل تقريبا كانت قويه، التصوير، الاخراج، القصه، الايقاع، مستوى التوتر، الاداءات، كل حاجه كانت حلوه جدا في الحلقه الاولى. بعد كده القصه بتبقى يعني عادي، يعني كويس مش وحش، بس ما تشدش الانتباه قوي. وقبل بس ما اقفل ونقول التقييم وندخل على فقرة الحرق، حابب ان انا اشير لحاجة عجبتني جدا هنا في المسلسل، وهي الاختيار الذكي جدا لاسم المسلسل بتاعنا. لان انت لو خدت اسم المسلسل زي ما هو مكتوب بالظبط، هيبقى ساعتها معنى اسم المسلسل انه اشارة تقريبا لصفات شخصية تشارلي. ولو انت كنت اتفرجت على المسلسل اوريدي فانت اكيد فاهم قصدي ايه بسمات شخصية تشارلي، اللي انا مش عايز بس اوضحها زيادة عن اللزوم دلوقتي علشان ما بقاش بحرق عليكم كتير. طيب ايه برضو العبقري في الموضوع؟ انا مش فاهم. العبقري هنا بقى ان انت لو ركزت على نطق الاسم اكتر من ان انت تركز على السبيلنج بتاعه، هتلاقي ان نطقه مشابه لكلمة امان ان فول مش ان فول، وفي الحالة دي هتلاقي انها اقرب لمعنى ان هو رجل بيسقط او سقوط رجل، وتقريبا ده اللي بيدور حوالين المسلسل بتاعنا اصلا. فعشان كده اختيار اسم المسلسل كان عاجبني جدا بصراحة. هي مش حاجة مهمة قوي يعني، بس قلت اشارككم بيها. وبعد الكلام ده كله التقييم النهائي لمسلسل امان ان فول هو 6 من 10، لان المسلسل كان بيوعد وبين ان هو يقدر يقدم حاجات قوية كتير جدا، ولكن للأسف في النهاية ما عملش كده اساسا. قدم الحلقة الاولى
وما بعد ذلك مستواه متوسط او يمكن يكون دون المتوسط كمان، او بلاش دون المتوسط، هو كان في مستوى عادي جدا بصراحه. وكالمعتاد يعني يجي وقت التحذير بتاع كل حلقه، وهو ان انتوا لو لسه ما اتفرجتوش على المسلسل لغايه دلوقتي يا ريت تلحقوا توقفوا الحلقه قبل الصفاره علشان ما نحرقش عليكم اي حاجه. يلا بينا. الخط بتاع تشارلي لما خد هيرب ريتشمان وراح معاه على المزرعة دون، على قد ما ان انا فاهم ان هو مبرر ومهم للاحداث، الا انه بصراحة خد وقت اطول من اللازم. ويا جماعة هو طول لدرجة ان هو تقريبا يعني ابتدى في الحلقة التانية وخلص في الحلقة التالتة لو انا فاكر صح، مع العلم ان الخط ده مفهوش اي شيء مثير للاهتمام ولا اي شيء مسلي بمعنى الكلمة، لان الخط ده كله كان قايم على جيف دانييلز لوحده، ما كانش معاه اي حد تاني من الابطال اللي بيرفعوا المسلسل شوية. فبصراحة يعني الخط ده كان محتاج يقصر شوية أو يخلوه مثير للاهتمام بأي شكل من الأشكال. الخط اللي كنا اتكلمنا عنه بتاع جيل وكونراد اللي قلنا إن هو خط مش مهم أساسا، الخناقة اللي بتبتدي الخط ده أصلا كان ممكن يتم تجنبها، وده على فكرة بناء على ما تم تقديمه في تقريبا كل المواقف المشابهة في كل الأفلام في العالم كله. عادي يعني واحد عربيته اتكلبشت ولا اتسحبت بيروح يعمل شوية إجراءات قانونية وبيخرجها، فالموضوع كله على بعضه ما كانش مستاهل الأفورة اللي عملها كونراد، خصوصا كمان إن من اللي احنا شفناه إن كونراد ومراته شغالين في مكان كويس، شغالين عند تشارلي كروكر واحد من اغنى واهم الناس هناك، وعايشين في بيت كويس، يعني مستواهم الاجتماعي مش بايظ مش واقع. وبالتالي يعني كونراد اكيد هنا ما حسش ان هو مثلا بيخسر كل حاجه، لان الحاجات دي غاليه جدا بالنسبه لهم، لان مستواهم الاجتماعي صعب. هل الكلام ده حصل هنا؟ لا، هنا مستواهم الاجتماعي كويس. طب هل شغل اي حد فيهم هيتاثر لو العربيه دي اختفت تماما؟ برضه لا. طيب انت ايه سر استمواتك على الموضوع ده؟ ليه وقفت وقعدت تزعق ورفضت ان هم ياخدوا العربيه ودخلت قعدت جواها؟ ليه عملت كل ده؟ انا اقول لك ليه. علشان نخلق موقف من العدم ملوش لازمه، ما بيضيفش اي حاجه لاحداث المسلسل بتاعنا، نستغله لدعم اجنده من اجندات دعم الاقليات، اللي هي بما انك يعني بصيت على كونراد فانت اكيد فاهمها. والمشكله مش في نشأة الخط نفسه، بل ان كل حاجه نتجت عن الخط ده كانت سيئه. يعني مثلا انا ممكن افهم ايه سر اصرار المحامي ان هو يترافع عن القضيه دي بالذات. اولا هو قال قبل كده ان القضيه دي مش في تخصصه، وكان بس هيمشي اول مرافعه او اول جلسه يعني او اول حاجه زي دي لغايه لما يتصرفوا في محامي. بيمشي اول جلسه بطريقه طفوليه جدا والموضوع بيبوظ منه، بيمشي تاني جلسه بنفس الطريقه، وبيفضل مصر ان هو اللي يترافع في القضيه حتى لما الموضوع قعد عمال يكبر منهم بسبب مرافعاته الضعيفه. ايه سر اصراره الطفولي على حاجه زي دي؟ يمكن يكون اتقدم ولكن بطريقه متكروته وملهاش لازمه، وبصراحه مش مقنعه قوي بالنسبه لي. ده غير ان برضو الراجل لما اتقدم على انه مستشار قانوني شاطر، اكيد يعني اكيد حتى لو هو مش على علم قوي بالقانون الجنائي على الاقل يعني هيعرف يترافع كويس، او على الاقل يعني هيعرف يزق الموضوع سنه. لكن صباح الفل الراجل ده كانت المرافعه بتاعته تعبانه قوي. ده فعلا يا جماعه كانك خدت واحد مثلا من اولى حقوق وخليته يحاول يترافع قدام قاضي، وده في حد ذاته برضه بالنسبه لي غريب. يعني اعتقد ان هو حتى لو ما كانش متخصص قوي كان هيعرف يحل المشكله بتاعت اول مره دي. ففكره ان احنا كنا حتى في الاول في اول مرافعه او في اول جلسه وكان بيقدم الجلسات او المرافعات بتاعته بالطريقه دي، ده شيء غريب بالنسبه لمحامي شاطر، لان اكيد معرفته بالقانون الجنائي حتى لو هي مش كويسه لان ده مش تخصصه اكيد يعني ما كانتش صفر، لان اعتقد ان لو كانت معرفته بالقانون الجنائي صفر كان هيقدم احسن من اللي هو قدمه في اول مرافعتين. لا وايه استنى، ده بيجي في الاخر بيقلب كانه دارس قانون جنائي بقيه حياته. عارف ان هو ممكن يكون خد ساعتها الموضوع على اعصابه وقعد يدرس وبتاع وحاول يذاكر دماغ القاضي والكلام ده كله، ولكن برضه الموضوع مش مقنع. فبصراحه زي ما قلت لكم الخط ده نشأته واحداثه وكل ما نتج عنه كان سيء، وحتى لو هنتكلم عن الاداءات فالاداءات بتاعه الخط تعتبر الاضعف. ودلوقتي حان الوقت ان انا اقول لكم وبس كده. دي كانت كل حاجة عندنا عن مسلسل أمان إن فول. طبعا أتمنى أن تكون الحلقة بتاعتنا عجبتكم، وكالمعتاد ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم لايك شير سبسكرايب، وليه رأيكم تحت في الكومنتات، وشيروا الحلقة بقى وخلوها فايرال وكده. وبس كده، كان معكم مارو من مارو ريفيوز، أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.